ازيكم؟ للناس اللي بتحب تاكل صويا صوص في اكلها وبتحب تعمل بيه مرينات، تعالوا النهارده نعمل كده فيديو ظريف خفيف. ازاي نعمل ايه يعني؟ ازاي الصويا صوص بتتعمل؟ اولا الصويا صوص الطبيعيه غاليه جدا. الصويا صوص الطبيعيه بتاخد 6 شهور كامله تحت ضغط وضلمه، يعني بتبقى في مكان ضاغط عليها وفي مكان معزول عن النور لمده 6 شهور كامله عشان تطلع لك الصويا صوص بتاعك. اما اللي بيتباع في السوق ده اسمه صويا صوص معالج كيماويا، ده بيتعمل في 15 يوم، يعني مده تصنيعه 15 يوم وساعات بيبقى اقل من كده. الفروقات ايه؟ لا، الفروقات كبيره جدا. الصويا صوص الطبيعي بيبقى غالي قوي، طعمه بيبقى جميل قوي. ليه نوعين، عشان بس هو جنرال، يعني سواء ده او ده هو ليه نوعين. نوع بيبقى صويا صوص لايت، وده بيستخدم كنوع من التغميس او للمارينيه. ونوع صوص اللي هو الدارك، صويا صوص دارك، وده بيبقى مسكر لان بيتحط له نسبه عسل وكراميل. وده بيتاخد لما بيكون عايزين ندي لون، يعني مثلا عايزين نعمل مثلا سمك. ده اكتر حاجه بنستخدمها فيه السمك عشان نديله لون غامق. في ايتمات كتير قوي زي السمك التايلاندي والسمك الفيتنامي والكلام ده كله بيتعمل بالصويا صوص الدارك. الصويا صوص الدارك ممكن ندخله في السلطات عشان طعمه المسكر ده. الصويا صوص التاني اللي هو اللايت ده بيبقى صوص حادق. دي كده كانت معلومة سريعة عن الصويا صوص. أتمنى كده يكون الفيديو ظريف خفيف لطيف شريف عفيف. تعملوا لنا لايك وتعملوا لنا متابعة، وأشوفكم دايما على خير. سلام.